مستمعي هيفي اف ام الاعزاء، اسعد الله اوقاتكم. نشرة موجزة لاهم الاخبار، نبداها بابرز العناوين. الفصائل المتطرفة تسيطر على قرية بريف عزاز. مؤتمر سوريا الديمقراطية يواصل أعماله في ديريك. المجلس الكردي يدعو لاعتصام بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. مرشح للرئاسة الأمريكية يدعو لحظر كامل على دخول المسلمين لأمريكا. مرحبا بكم أعزائي المستمعين، وإليكم أهم التفاصيل. سيطرت حركة أحرار الشام وجبهة النصرة وفصائل أخرى على قرية شوارغة بريف عزاز بعد تجدد الاشتباكات أمس بين قوات سوريا الديمقراطية وفصائل إسلامية بريف عفرين، وسط أنباء عن وقوع خسائر بشرية من الطرفين، حيث شنت جبهة النصرة وحركة أحرار الشام وفصائل أخرى هجوما على قرى تنب وكشتعار وجلبرة التابعة لناحية شيروة بريف عفرين بالأسلحة الثقيلة، في حين لم تؤكد قوات سوريا الديمقراطية هذا النبأ. وتأتي هذه الاشتباكات بعد الاتفاق الذي جرى بين وحدات حماية الشعب وفصائل غرفة عمليات فتح حلب، الذي يقضي بوقف إطلاق النار اعتبارا من يوم الخميس الماضي 3 كانون الأول ديسمبر، بحيث تنسحب جميع الفصائل من الطرفين من مناطق التماس والاشتباك، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لحل الأمور العالقة بين الوحدات الكردية وفصائل غرفة عمليات مارع. انطلقت صباح أمس الثلاثاء فعاليات مؤتمر سوريا الديمقراطية لقوى المعارضة في منتجع عزار السياحي بمدينة ديريك تحت شعار من أجل بناء سوريا حرة ديمقراطية، بحضور معظم قوى ومكونات الإدارة الذاتية وكتلة أحزاب المرجعية السياسية وبعض القوى والفعاليات العربية والسريانية، وممثل عن قوات سوريا الديمقراطية والحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا. هذا وقد أكد مصطفى مشايخ نائب سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا يكيتي لإذاعة هيفي بأنهم رغبوا في عقد المؤتمر في الداخل السوري لأنهم غير تابعين لأي أجندات سياسية خارجية. اب كونگر ام وقت پارتیجی ام وقت لفقرا سیاسی ام بجدار بونه تیدن نوک مهمان وقت خودی دعوینا ام وشن تیارات دی ولاد پاريز هندروی سوریا دا مخصوص ام بی کونگری لدار هندروی سوری دا براستی ولوک انك هكا ويها يا طابعي ويها يا بهتر ام معاناة خزان ام دوري اجندات اقليمي ودولينا ام بهتر كارن ام بريارة بسطين بكذي برجواندية مناطق سوري بتفايدة ومناطق كرد بتايبدا اما حتى انها تاني ما قوتن تينا قوتن وام تخوازن تأكيد بكن انه او شارع سركرنا لشكري جگريسا سوري را براسي زحمتا بشتي تجربة بين صالة تبدأ بي بهوريا ما ورد شارع سركرنا كسياسي سلمي تفاوضي حملنا توي ايرو سوري دا بقنا ما في خوا وامجي وقت نتوك ددواد همري سوري دا ام بقنا تب ما في خوي نتوي و ديمقراطي سوري دا بالتأكيد بهوريا ما هي تيدا انه ام ويسر كفتن هذه خاصة جو ايرو روج جو العرضة سوري والمنطقة كردي جو داركتن بهترجي كي ويسر كفتن جيرابي جو او صراعات اقليمي ودولي ودستوى او املاءات واجندات واجي دوري بريارين ما يجو ايرو ام تيدا والرئيس لندن. هذا وسيواصل المؤتمر أعماله على مدار يومين لمناقشة المبادرة السياسية التي تم تشكيل لجنة لإعدادها.
بدأ مؤتمر الرياض اليوم الأربعاء من أجل التوافق على مبادئ الحل السياسي وتشكيل وفد للمشاركة في مفاوضات محتملة مع النظام استنادا إلى تكليف دولي للمملكة العربية السعودية خلال اجتماع فيينا بعقد مؤتمر للمعارضة السياسية والعسكرية السورية. هذا وسيشكل المؤتمرون وفدا تفاوضيا متنوعا ولجنة تنفيذية لمرجعية الرياض، وسيصيغون بيانا ختاميا في نهاية المؤتمر. وأشار المصدر إلى أن المعارضين سيدرسون الخروج بوثيقة مشتركة تتضمن الاجتماع على المرحلة الانتقالية والتوافق حول الحل السياسي وتشكيل وفد تفاوضي شامل كل التخصصات، وذلك في لقاء ترغب الدول الكبرى بعقده بينهما بحلول كانون 2 يناير. هذا ويرجح أن يتراوح عدد الوفد ما بين 30 و40 شخصا. من جهته أكد هيثم مناع أمين عام تيار قمح السوري المعارض انسحابه من المؤتمر، وقال مناع أنه موجود حاليا في جنيف ولم يغادر إلى الرياض، وأضاف بأنه أعاد تذكرة الطائرة إلى القنصل السعودي مرفقة ب6 كتب من إصدارات المركز السويدي لحقوق الإنسان الذي يرأسه. وكان مناع اعترض في مقال نشرته رأي اليوم على وجود ممثلين لفصائل متهمة بالإرهاب، مثلما اعترض على وجود أعضاء آخرين ليس لهم تمثيل في الشارع السوري، وعدم توجيه أي دعوة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي والجيش السوري الديمقراطي الذي يضم عربا وأكرادا. ويذكر أن تيار قمح كان من بين المشاركين في مؤتمر سوريا الديمقراطية في ديريك. أفرجت الأسايش أمس الثلاثاء عن محمد حسن المعتقل لديها منذ 13 من الشهر الماضي. وأكدت والدة حسن لموقع يكيتي ميديا أن ابنها أفرج عنه من سجن جرنكة بمدينة قامشلو. جدير بالذكر أن محمد حسن اعتقل مع عدد آخر من الشباب أثناء تشييع البشمركة الذين فقدوا حياتهم في شنغال في مدينة قامشلو. دعت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا إلى إقامة اعتصام في تمام الساعة 3 من يوم غد الخميس في دوار العلف بقامشلو. الاعتصام يأتي بمناسبة الذكرى 67 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويهدف الاعتصام بحسب دعوة نشرتها الأمانة تنديدا بما أسمته الانتهاكات والممارسات غير الإنسانية من قبل النظام وحزب الاتحاد الديمقراطي بحق أبناء شعبنا الكردي في كردستان سوريا. قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو الثلاثاء أن الجيش الروسي وجه للمرة الأولى ضربات عسكرية نحو سوريا من غواصة متمركزة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عنه قوله للرئيس فلاديمير بوتين: استخدمنا صواريخ كروز من الغواصة روستوف في البحر الأبيض المتوسط. وأضاف شويغو أن الضربات الروسية الثلاثاء استهدفت 2 من معاقل الإرهابيين حول الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية داعش. وقال شويغو: لقد تم تدمير جميع الأهداف نتيجة للإطلاق الناجح الذي قام به الطيران والأسطول البحري، مشيرا إلى إصابة بنى تحتية نفطية ومستودعات ذخيرة في القصف. دعا البليونير دونالد ترامب أبرز المرشحين الجمهوريين لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية المترقبة العام المقبل إلى حظر كامل على دخول المسلمين الولايات المتحدة، في تصريحات أثارت انتقادات من خصومه الجمهوريين ومن البيت الأبيض والمرشحة الديمقراطية الأقوى في السباق هيلاري كلينتون. تصريحات ترامب جاءت بعد أسبوع على مقتل 14 شخصا في كاليفورنيا برصاص زوجين مسلمين متطرفين، وإثر هجمات باريس الشهر الماضي التي أوقعت 130 قتيلا. وكان ترامب قال الشهر الماضي أن آلاف من الأشخاص في نيو جيرسي بينهم أمريكيون عرب احتفلوا لدى انهيار برجي مركز التجارة العالمي خلال هجمات سبتمبر 2001. وسأل ترامب: من أين تأتي هذه الكراهية ولماذا يجب أن نحدد ذلك؟ وأضاف أمام حشد في ساوث كارولينا: لا تستطيع بلادنا أن تبقى ضحية هجمات مرعبة من أفراد يؤمنون بالجهاد فقط. وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب الأمريكي بغالبية ساحقة أمس الثلاثاء على تشييد القيود
أو تشديد القيود على السفر إلى الولايات المتحدة لمواطني الدول 38 المسموح لهم بدخول البلاد من دون الحصول على تأشيرة. أعزائي المستمعين، نهاية الموجز. أشكركم على حسن الاستماع.